السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشباب؟ إن شاء الله بأحسن حال. تمام شباب، اليوم جبنا لكم شرح لجميع القطع اللي في اللعبة. قطع أنو أحسن قطع للإنفور، أنو أحسن قطع للأسلحة الدي ام ار أو الإنفور والاي ار كله كامل. تمام، نيجي لأول قطعة اللي هي أكثر قطعة، اللي هي الستوك، أكثر قطعة مفيدة للإنفور، تساعد كثير على ثبات الايم. تمام، نجربها من دونها. مثلا الايم برفع كثير لما تحط الستوك. الايم كله تقريبا جنب بعضه، الستوك كثير كثير مفيدة. تمام، نيجي للقطعة الثانية. القطعة الثانية اللي هي الاكستاندد ما بتفيد بإشي، يعني هي مجرد زيادة عدد طلقات بس. تمام، نيجي للليزر. الليزر، الليزر هو مفيد اكثر اشي بالمستودع. شو هو الليزر؟ شو بيعمل وشو بسوي؟ بالكلاسيك ما بنصحكم فيه كثير. تمام، اما بالمستودع بنصحكم فيه لانه ما بنفتح سكوب فيه. المستودع مسافات قريبة كثير، فما راح تفتح سكوب على الاغلب. تمام، شو بفيد شو بسوي؟ هو يقلل عدد الطلقات الضائعة. كيف يعني؟ انت طخيت على واحد بدون ما تفتح سكوب 30 طلقة، ضاع منك من دون الليزر 15 طلقة. لما تحط الليزر عليه، بدل ما يضيع 15 طلقة بضيع 10 طلقات. يعني الطلقات اللي بتضيع بتلف وبترجع، كأنها بتلف وبترجع وبتروح على الخصم. فهمت علي كيف؟ يعني الليزر بساعد كثير بالمستودع فقط. تمام، نيجي للي بعده. الثامب جريب. الثامب جريب بفيد فتح سكوب بسرعة. يعني نفتح السكوب بالثامب جريب، بفتح السكوب أسرع من إنه لما يكون من دونها. وتقريبا ما بفيدك بإشي، يعني ما مش هالإفادة الكبيرة الصراحة. تمام. بنيجي بعدها للهالف جريب. هالف جريب هو الخيار الأفضل للمحترفين، خلينا نحكي. بساعد على الارتداد الأفقي والعمودي. يعني بصير يحرف معك يمين ويسار، طيب، بس انه بساعد على هاي وبساعد على هاي وبساعد على كل الاطراف. على كل الاطراف بساعد وبيعطيك ثبات قوي. بس طبعا مش انه اي واحد يجي يحط القطع هذول ويترك التلفون ولا المحاكي يطخ لحاله ويجي يقول لي هيو الايم مش ثابت. لا طبعا لازم تتدرب عليهم وتختار قطعك انت. وان شاء الله انا بهذا الفيديو بفهمك كيف انه احسن قطع للام 4 وللاسلحه كلهم. تمام، نيجي للقطعه اللي بعدها، اللايت جريب. اللايت جريب تقريبا مش مفيد كثير لاسلحه الاي ار، لانها هي بتقلل من سرعه السكوب يمين ويسار. اللي بتسموه الاي دي اس. تمام، قلل من سرعته. اما من دونها السرعه افضل. طبعا اللايت جريب هو خيار افضل للاس كي اس وجماعته اللي هم الدي ام ار، خيار افضل لهم. تمام، نيجي اللي بعدها. حكينا عن الهالف والثامب وظل الفيرتيكال. تمام، الفيرتيكال هو خيار كثير كويس للمبتدئين والمتوسطين. يعني انا واحد من الناس واغلب اليوتيوبرية بيستخدموا الفيرتيكال. هو بساعد على الارتداد الافقي. كيف يعني؟ بصير يرفع معك السكوب لفوق، ما بيعطيك ارتداد يمين ويسار، بس بصير يرفع معك لفوق وانت عليك تثبته. تمام، هو هذا احسن خيار للمبتدئين، خلينا نحكي، والمتوسطين، حتى المحترفين بيستعملوه، لانه كثير خيار كويس. وهو للمسافات البعيدة والمتوسطة. القريبة في اشياء افضل منه بالقريبة طبعا. وبنيجي للي بعده، الانجل جريب. الانجل جريب هو للمسافات البعيدة. المسافات البعيدة افضل اشي. يعني انت شايف واحد من مسافة 100 متر، كثير مفيد، يثبت لك ايمك تقريبا عليه. تمام، شو افضل قطع للانفور؟ افضل قطع للانفور في المستودع بتحط له طبعا الليزر. يا ربي، ثواني شباب، ونحط له كمان مع الكومبنسيتر. الكومبنسيتر نشرح عنها. الكومبنسيتر هي عبارة عن تقلل ارتداد جميع الأسلحة، تحطها على أي سلاح بتقلل ارتداده. ما بنصحك ما بنصحك بإشي غيرها. يعني تحط لي كاتم، تحط يكون عندك كومبنسيتور وتحط كاتم. ما بنصحك يكون عندك الفلاش
اللي هي بتخفي الوميض، تمام. وتحط اللي تخفي الوميض وتنسى الكومبنسيتر تزتها، لا ما بزبط معك. الكومبنسيتر هي المفيدة اكثر اشي. الكاتم، انا واحد من الناس اذا لقيت الكاتم على الام4 او على اي سلاح بشيل الكاتم، لانه ما بفيدني الصراحة، والايم بضيع عندي معها. اما الكومبنسيتر كثير بتثبت الايم، تمام. احسن قطع للمستودع هذول: الحاطن اللي هي الستوك، الستاندر، السريع هاد، والكومبنسيتر والليزر، تمام. احسن قطع غير المستودع، خلينا نحكي الكلاسيك مثلا، الفيرتيكال. هاي هاي احسن قطعة، الفيرتيكال جراب. نيجي للاس كي اس. هاي القطعة شو بتفيد للاس كي اس؟ تمام. هاي القطعة نيجي مثلا ننطخ على هاي، برفع الام معنا شوي، معها الام بيطلع شوي، يعني لما بننطخ خليها مثلا ننطخ مع بعض، الام تقريبا ثابت على نفس الشخص. لما نقيمها هو تقريبا للمسافات البعيدة، ها الام بلش يرفع معنا، ما بيعطينا نفس هذيك. يعني معها افضل لاسلحة الاسكاس، واتوقع السيلر اذا بتنحط. تشيك باد هي الناس، اغلب الناس تفكرها انها مش مفيدة. هي مش مفيدة للكار، للام 20، للاوم. انا معك انه ما بتفيدهم، بس بتفيد للاسكاس والسيلر والاشياء، الاسلحة الدي ام ار كثير بتفيدهم. كيف يعني؟ تقلل الارتداد، تمام. تقلل الارتداد معها، بصير الارتداد قليل. يعني نشيلها، نجرب نشيلها، برفع الارتداد معنا كثير لفوق. تمام هيك شباب، من لهون بنكون خلصنا المقطع، وبنشوفكم مقطع جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.